الشيخ أحمد الطيب راح شارك في هزلية الانتخابات، وكمان بيدعو الشعب للمشاركة في ما يسمى between quotation الانتخابات، اللي هي زي ما قلت لكم في الفيديو السابق، قائد الانقلاب بينافس فيها نفسه، ومخلي 2 طراطير، واحد فيهم حاطط صورة كده قد كده 4 في 6 تقريبا على عمود، واسمه فريد زهران، محدش يعرفه اساسا ويبلغ من العمر ارذله. بيتهيألي لو كان نزل صورته على الفيسبوك كان جاب يعني مشاركات ولايكات اكتر من اللي هو جابها، عدد مشاهداته وهو حاطط صورة قد كده 4 في 6 على عمود نور. خلاص. التاني الاستاذ طبعا عبد الصمد حمامة، اللي هو اصلا محدش عارف مين دوت وجه منين، وتاني برضو بني ادم مهترئ كده وعنده يمكن 200 300 سنه. خلاص. دفعه حتشبسوت. المهم ما علينا. الشيخ احمد الطيب شيخ الازهر اللي دايما كانت افعاله مثيره للريبه والشك فيه، لكن دايما احنا كنا بندعي له وبنقول ربنا يهديه. ده شيخ الازهر وبنتوسم فيه خير، ان الدين اللي هو درسه طول حياته هيكون له مرشد، وخير دليل ان هو يرشد الامه على الخير مش على الشر. هو النهارده طالع بيقول ان المشاركه في الانتخابات هي بترسم وجه الوطن او بتشارك في رسم مستقبل الوطن. وانا بسالك يا شيخ احمد الطيب، انه مستقبل للوطن واولاده بيموتوا هجره غير شرعيه لانهم مش لاقيين شغل؟ انه مستقبل وطن والدولار اللي كان ب6 جنيه بقى ب60 جنيه؟ انه مستقبل وطن وتيران وصنافير اتباعت و1000 كيلومتر اتفرط فيه من ارض مصر، من ارض سيناء اللي استشهد عليها واتروت بدماء المصريين من اجدادنا ومن ابهاتنا؟ انهي مستقبل مع واحد قاتل الشعب المصري ومفرط في النيل ومفرط في الأسرى؟